السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعمل لكم اليوم سلطة لبن بالخيار كتير طيبة. وأنا اليوم عملتها بطريقة برشت الخيار برش، هيك بيطلع أطيب وأسلس بالسلطة. وعندنا هون سنتين توم حطيناهم. ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. هلا في عالم كتير رح يقولوا شو سلطة الخيار بدها شغل وبدها معلمية. ما قصة الخيار تنعمل بهالطريقة، أكثر ناس بقطعوها تقطيع وبتطلع هيك مانا طيبة. بس هاي بنصحكم تجربوها وتشوفوا كيف الطريقة تبعتها. طريقة كتير سهلة، بتبرشوا الخيار برش. وهلا راح نحط لبن. طبعا الكمية اللي بدكم اياها اللبن. وهنحط شوية نعناع يابس، كتير بيعطيها نكهة طيبة. وهنحط شوية مي صغيرة، ما تكتروا مي. انا بصراحة بس كترت مي راحت نكهة كل اللبن. وفي عالم بحطوا اول شيء اللبن بحركوه، بعدين بحطوا الخيار والثوم والنعناع كمان بصير. مثل ما بقولوا كل الطرق توصل الى روما. هلا صار سلطة الخيار جاهزة. مثل ما بدكم، ما مكتر لها مي تقريبا. حطيت لها قدر كاس الشاي صغير، يعني شوية مي بس انه تتحرك معنا، هيك تطلع اطيب بالاكل. هلا صارت سلطة الخيار جاهزة. اذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وشاركوا بقناتنا واعملوا شير بين اصدقائكم مشان يشوفوا كيف سلطة اللبن بالخيار تتساوى. اهلا وسهلا.